كابتن وائل، يبدو لي بأن ليبينجي تفوق على كولر في الشوط الثاني، سواء من تسيير المباراة، سواء على مستوى التغييرات، وأيضا هناك شيء غامض بالنسبة لي بين الأهلي في الشوط الأول والأهلي في الشوط الثاني. الشوط الثاني الأهلي مش موجود فيه تماما يا مهند، لا دفاع ولا هجوم، غياب ذهني تمام عن الشوط الثاني. حتى بعد ضربة الجزاء قلت هيبقى فيه تغيير وردة فعل، ما حسيتش ان دي موجودة عند اللاعبين، انما الاسباب واضحة ومعروفة. اهمها مهند قلت لك قبل المباراة صعبة، التوقيت، المباراة بتلعب الساعة 3 العصر. احنا في مصر كل مبارياتنا في مصر بعد المغرب. لعب في الحر ولعب في الجو ده صعب جدا. بس هذا على الطرفين. انا معاك على الطرفين. انا معاك، بس احنا لعيبه كوره وعارفين الكلام ده، واللي انا بقوله هيثم عارفه ان انت تبقى بتلعب بالليل طول الوقت وتيجي تغير توقيت اللعب. النقطه الثانيه نقطه ان النادي الاهلي في 10 ايام تقريبا او 11 يوم لعب 4 مباريات قويه في كاس العالم للانديه. شفنا النهارده لعيبه بره تركيزها تماما، ولاعيبه غايبه تماما، حتى رد الفعل مش قادره تعمله. الهدف اللي دخل في الشناوي يعني عيب، طبعا عيب جدا ان احنا نتكلم على حارس الاساسي لمنتخب مصر انه يدخل فيه هدف بالشكل ده. حتى لو في شمس في وشك، حتى لو في ايه، ما ينفعش انت كشناوي يدخل منك الهدف ده. ما ينفعش رد فعلك كشناوي والخناقات اللي حصلت في المباراه، ما ينفعش مهما حصل يبقى انت كابتن الفرقه، انت اللي تروح تحتك بالناس وانت اللي تتعامل مع المنافسين، حتى لو في جانب فيه استفزاز او فيه تضييع وقت او في اي، ما ينفعش انت اللي تعمل الحركه دي. اللي شفناه النهارده اللي يخلينا نتكلم على ال3 مراكز اللي اتكلمنا عليهم قبل المباراه: راس الحربه، حارس المرمى، وحارس المرمى تحط تحتها 3-4 خطوط، عشان الشناوي دي مش اول غلطه الفتره الاخيره من الشناوي، والعصبيه اللي فيها الشناوي دي احنا عشناها في فتره من الفترات يا مهند مع عصام الحضري. كان بيغلط وكان بيلعب، كان بيغلط وكان بيلعب، كان بيغلط وكان بيلعب، لغايه اما جوزيه في الفتره بتاعتنا تعاقد مع نادر السيد، وفي الفتره دي بدا يتوازن الحضري واستعاد يعني خلق التنافس. نقطه المنافسه دي مهمه جدا، وانا اعتقد ان كولر مش هيعدي الموقف ده، ومش هيعدي. وهو من اول ما جه مع النادي الاهلي اللاعب اللي بيأثر في مباراه بيستبعده المباراه اللي بعدها. حصل مع محمود متولي في كاس العالم للانديه وما لعبش، ولعب النهارده مكانه ياسر، ولعب المباراه الاخيره في كاس العالم للانديه. اكتر من لاعب لما بيحس ان هو بعيد بيستبعده ويحط لاعب مكانه. فنقطه المنافسه مهمه جدا، بتختفي تلعب 10 دقايق وتبقى مش موجوده طوال الماتش. لعيبه زي طاهر، زي حسين الشحات، ما حسيتش بيهم في الجانب الهجومي تماما. عبد المنعم والعصبيه اللي بعض الشيء عنده، ياسر، ما حسيتش حد النهارده من علي معلول مختفي تماما طول المباراه. فعشان كده بقول لك الشوط الثاني الاهلي ما جاش، الاهلي ما شاركش اساسا الشوط الثاني في المباراه. راس الحربه مشكله ازليه من بدايه الموسم، ويلام فيها النادي طبعا، ويلام فيها المسؤولين عن التعاقدات في النادي. النادي الاهلي مش في رفاهيه ان انت تجيب لاعب تجربه. النادي الاهلي ما عندوش الرفاهيه دي، ما عندوش رفاهيه ان انت تختبر لاعب. انا اسمي جاذب لكل اللاعبين، اي لاعب يتمنى يلعب في النادي الاهلي، فانا بفقد الحته دي. كل مباراه بيغيب عني محترف موجود مش متواجد معايا. فيعني انا اشوف ان النهارده هزيمه مستحقه للنادي الاهلي يا مهند على الاداء اللي قدمناه. اللعيبه محتاجه تراجع نفسها بشكل كبير جدا. زي ما قلت، فكره الرفاهيه مش موجوده، وهم لازم يفهموا كده. انا مش يعني هم بيحسوا لما النادي الاهلي بيكسب الدنيا كلها بتفرح، مصر كلها بتفرح بيهم. الايجابيه الوحيده في المباراه النهارده القندوسي، انا اشوف ان هو لعيب كويس وهيبقى اضافه للاهلي، بس يتوظف صح، لان في بدايه نزوله حطوا كولر قدام حمدي وديانج، هو لا لازم يلعب في الجانب الشمال ثالث في وسط الملعب ناحيه الشمال. دي نقطه ايجابيه الوحيده اللي شفتها في خلال الشوط الثاني للمباراه. انما هو ده ما يقللش ابدا من مجهود وتركيز وعمل مدرب الهلال اللي استغل بشكل كويس جدا. اللعيبه الشوط الثاني كان عندها دوافع افضل من الاهلي، ضغط على الاهلي، ما حسيتش ان الاهلي يعني
متواجد في خلال المباراه، هو ضغط وكان دايما هو المستحوذ، دايما هو الافضل، دايما هو الاخطر، استغل النقاط السلبيه عند الاهلي. يعني قراءته كانت افضل من كولر في الشوط الثاني. يعني انما الاخطاء اللي حصلت من لعيبه الاهلي اخطاء فرديه يا مهند، انا ما اقدرش اقول عليها. كولر ممكن الوم عليه في ايه؟ تغيير بعض الشيء، دايما بيغير بعد الدقيقه 60 الدقيقه 65. ممكن في وقت كان لازم يغير بدري شويه. يعني انا كان بين الشوطين لازم طاهر يخرج، طاهر ما قدمش حاجه طوال الماتش. حسين الشحات كان افضل شويه، وكان لازم يستغل فوقان حسين في الجانب الهجومي انه يحطه في الجبهه اليمنى ويشتغل عليه يا مهند.